الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة المتوضئة الخاشعة التي تجلس في رياض الجنة بعد فريضة من فرائض الله. أسأله أن يجمعنا غداً على منابر الجنة وعلى الأرائك متقابلين، وأن يسقينا من حوض محمد عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب أحببنا نبينا ولم نره، اللهم لا تحرمنا رؤياه في أعالي الجنان، واجعلنا من أقرب الناس إليه مجلسا في جنات النعيم يا رب العالمين. كان أنس، بل إن الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث بعض التابعين عن بعض أخبار محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا يحبونه ويحبون سماع أخباره، وكانوا يحبون وصفه، بل كانوا يسألون عن الشعر الشيب في لحيته، ويتحدثون عن بياض إبطه، ويتحدثون كيف قضى حاجته، كيف اغتسل، كيف نام، كيف أكل، كيف اتكأ، كيف كان يلبس بأبيه وأمي قميصه، كيف كان يلبس إزاره، كيف كانت دمعته تتحدر، كيف كان بياض عينه وسواد حدقته، كيف كان تبسمه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهل كان يقرأ في الصلاة السرية؟ قال نعم، كانت لحيته تتحرك إذن كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. يصفون الحركات والسكنات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ابن عمه رضي الله عنه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. الشاهد في القصة أنهم سألوه عن شعر الحبيب، هل كان للحبيب عليه الصلاة والسلام جمة؟ هل كان له شعر؟ فالتفت إلى أبي قتادة وكان من الجالسين، قال: كان شعر محمد عليه الصلاة والسلام كشعر أبي قتادة هكذا. فأرخى أبو قتادة رأسه وبكى، لأنه وافق هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بكى حباً، بكى شوقاً، بكى تأسٍ، بكى محبة تبلغهم أعالي الجنان. بل أخبر الحبيب أنه سيأتي من هذه الأمة من يتمنى رؤية صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم ولو بماله وبنفسه، أي ولو هلك هو وهلك جميع ماله، يتمنى أن لو رأى صفحة وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام. لذلك معاشر الأحبة، لا تستغربوا إذا رأيتم من أتباعه الذين ما أدركوه عليه الصلاة والسلام من كان إذا روى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أجهش بالبكاء. كان الإمام مالك سنه كسن أبي أيوب، أو كان سنه كسن أيوب السختياني، ليس بينهما إلا سنيات. وغالبا طلبة العلم البعض منهم لربما دب الحسد في قلبه، فلا يحب القرين أن يأخذ من قرينه، ولا المتخرجين من دفعة واحدة أن هذا يتتلمذ على ذاك، أو أن يجلس إلى كلام ذاك. ولما الشيطان يوغر الصدور. لكن انظروا للإمام مالك صاحب الموطأ إمام دار الهجرة، يروي فيما يروي عن أيوب. قالوا له: كيف وهو من أقرانك؟ قال: تتبعته عامين، إذا أراد أن يروي حديثاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بكى وأجهش بالبكاء، بل ورحمته من البكاء. يبكون شوقاً محبة. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبنا واشتاق إلى رؤيتنا وتمنى أن يرى إخوانه. قال أصحابه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي. إخوانه من أمته الذين لم يأتوا بعده، إنهم الذين اتبعوه بإحسان، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وآمنوا بالنور الذي أرسل به وأنزل معه. مشى صحابي على في طرقات المدينة وهو يبكي ويلقى الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما الذي يبكيك؟ قال: غدا ترفع مع النبيين ولا نراك يا رسول الله. هو لم يقل: يا رسول الله ادعو الله أن أدخل الجنة، قال: أريد الجنة وأن أراك. الجنة 100 درجة،
وما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، ولو جمع الأولين والآخرين في درجة لجمعتهم. هذه الأرض العظيمة وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. اشتاق للجنة وأن يرى فيها خير الورى، وخير من وطئ الثرى، وخير من سينشق عنه قبر، وخير من ينفتق عنه رحم. إنه صاحب اللواء وصاحب الحوض وصاحب الشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. ركن الصلاة أن تصلي عليه الصلاة والسلام. ودعاؤك ما بين السماء والأرض لا يرفع، كما ورد في حديث حسن: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي عليه الصلاة والسلام. والبخيل من الأمة من إذا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه يبكي شوقا للقياه في أعالي الجنان. سكت الحبيب صلى الله عليه وسلم. يحتاج الفتوى: تبغى الجنة وتراني، يعني تريد عليين، تريد أن تكون قريبا من رسول الله خير الورى بأبيه وأمي، يحتاج وحي بعد أيام يرسل إليه ويبشر بآية في كتاب الله نقرأها في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه الشوق. سلني غلام صغير يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلب منه الحبيب لأنه كان يخدم الحبيب، ويأتي بوضوئه ويقرب حذاءه، فيقول الحبيب: سلني بكافأة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. همم سامية وحب عجيب. ولذلك معاشر الأحباب، اليوم نتكلم عن بعض شمائل محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت عن بعض فإنما هي غرفة من بحر، والذي يريد أن يتحدث في ساعة عن صفات وشمائل وأخلاق وآداب وسجايا خير الورى عليه الصلاة والسلام هو كرجل أتى بقربة وأتى للمحيط يريد أن يجمع البحر والمحيط في قربته. مسكين هذا وربي. إنه محمد عليه الصلاة والسلام، إنه سيد ولد آدم، إنه عليه الصلاة والسلام من ختم الله به النبوات وختم به الرسالات، وصلى الله عليه وملائكته وأمر بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الذي سيقول أنا لها من هي وما هي؟ إنه المقام المحمود، إنها الشفاعة العظمى، يوم أن لا يتقدم لها من الخلق أحد حتى آباءه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي إلا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا لها، فيسجد تحت العرش ويفتح عليه بعد أن يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. محامد تفتح على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة: أقسم بجلال الله إن من أجل نعم الله أن يفتح الله لك بابا لحمده وشكره والثناء عليه، وأن تنشغل بالثناء عليه عن مسألته. ومن انشغل بالثناء عن مسألة الله أعطاه الله أعظم ما يعطي السائلين. نحن مع سجايا وآداب وشمائل وأخلاق أدبه ربه فأحسن تأديبه، شهد له في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له ليعلن له أنه أرسل لا ليقيم الحجة على عباد الله، لا، أرسله الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا معاشر الأحباب، إن اللقاء في بيوت الله لتدارس بعضا من أخبار محمد عليه الصلاة والسلام تزيد الإيمان، تقوي الثبات حتى تلقاه عليه الصلاة والسلام. إن محمدا عليه الصلاة والسلام سؤال من أسئلة قبرك، وأخبرت به وأنت فوق الأرض، والله لتسألن عنه عليه الصلاة والسلام. من نبيك؟ ومن الذي سيقول نبي محمد وهو قد عليه الصلاة والسلام وهو قد خالف سنته؟ أحبابي، هذه المحاضرة يكفينا منها أن نخرج أن صلينا عليه الصلاة والسلام. كلما مر ذكره، كلما ذكر وتعطرت الأفواه بترداد الصلاة والسلام عليه. إذن سؤال سنسأل إياه لا بد أن نذاكره وأن نستعد له حتى نلقاه. يا حظك وما أهنأ حالك يوم أن يشفع لك محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك من أكثر الناس صلاة وسلاما عليه،
لأنك كلما سمعت المؤذن تابعت المؤذن، ثم سألت الله لمحمد المقام المحمود والدرجة والوسيلة التي لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أن تكون يوما شافعا لك عليه الصلاة والسلام، بل وتدعو لك الملائكة وتستغفر لك الملائكة. إن من أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة للملائكة عليه من هم؟ أكثرهم صلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. وإليك أيها المبارك، قبل الحديث عن بعض السجايا اسمع وصف علي رضي الله عنه، وصف علي رضي الله عنه. ولذلك يروى أن عليا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. رويت عن علي ورويت عن أنس ورويت أيضا عن ابن عباس، إني رأيته. قال: صفه لي، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بي. قال: صفه لي. قال: أشبه الناس به الحسن بن علي. قال: قد رأيته عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن الحسن ريحانة الحبيب وسيد شباب أهل الجنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمله على كتفه بعد موت الحبيب في خلافته ويقول: بأبي أنت شبيه بالنبي ولست شبيها بعلي. يعني كان يحبه وكان يداعبه على صغره فيحمله، يقول: شبهك بجدك لأمك أكثر من شبهك بأبيك. ومن هنا كانوا يحبونه ولا بد أن نحبه. أعود فأقول: علي يصف الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، يعني أخلاقه لينة. وترى الرجل الذي لا يطمع الناس فيه لحدته من أشرس الناس، وإن كان حاد فإن الله يبغضه. فبعض عباد الله يمشي على ملك الله والله يبغضه، وهو من المصلين يمكن، لربما حج، لربما تصدق، لربما الله يبغضه. في حديث روته عائشة وخرجه البخاري في الصحيح قالت رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ولذلك في سجايا الحبيب وفي شمائله تجد أن صفة عامة في حياته أنه يحب الرفق، وأنه كان حليما، وأنه كان متواضعا، وأن الطفل يوقفه، وأن الجارية تأخذ بيده فتأتي به في سكك المدينة، وأنه ما ضرب يوما بيده وما شتم. إذا غضب عرف من وجهه، وهنا عرق بين عينيه، إذا غضب انتفخ ويعرف أن الحبيب قد غضب. يتكلم؟ لا، كان لا يلجئ أحدا إلى الاعتذار قط: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تدري ليه ما يخلي الناس يعتذرون له؟ لأن الاعتذار نوع من المذلة والذل، فلا يحب أن يوقف أحدا أمامه فيعتذر له، بل كان يفضي عليه من العفو قبل أن ينطق وقبل أن يتحدث. أنيس، أين ذهبت؟ أذهبت يا أنيس؟ أنيس من هو؟ أنس بن مالك الذي رضي الله عنه خدم الحبيب 10 سنوات، ما لامه يوما عليه الصلاة والسلام، وما قرعه، وما بكته، وما ضربه، وما دعه، صلى الله وسلم وبارك عليه. أرسله يوما ثم تأخر، طفل صغير راح يلعب، ذهب يلعب وترك الذهاب، فمر الحبيب في السوق فوجده، فمسكه من رقبته ورأسه وقال: يا أنيس. تصغير يا أنيس، بعضنا ما هو بيقول يا أنيس، بعضنا يشتم الطفل ويشبهه بحيوان ويضربه على قفاه بضربة أو يركله أو يرفسه. لماذا لم تذهب حبيبنا؟ قال: هل ذهب؟ قال: أذهب الآن يا رسول الله. قال: اذهب، انتهت القضية، انتهت، أين الغضب؟ ولذلك جامع الشمائل كلها كان يحب الرفق بأبيه وأمي، وما خير بين أمرين إلا اختار ثالثهما. نعود إلى وصف علي رضي الله عنه، يقول: أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة. صدرا أي متصدرا، أو أجود الناس صدرا أي في صدره لا يوجد سجناء، صدره سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن بحاجة إلى نظافة الصدور أكثر من نظافة الثياب، وسنذكرها. وكم واحد ثوبه أبيض ولحيته تقطر دهنا أي عود ما شاء الله، وأردانه تفوح عطرا، وملبسه تتمنى أن تسلم عليه، لكن في صدره أمة من الناس مو بيسقون، لا والله إلا مسجونين يتضاغون. لو كان مؤمنا صادقا لأخرجهم. كان أجود، والجود مو بأنك تذبح لي ذبيحة وتعشيني وتقول الله يحييك على قل الكلافة يا أبو عتيق، لا والله، يوم أخطي عليك وتقول الله يعفو عنك قبلها وعقبها وأثناءها، أنت في حلم. وهنا تصدر من صدر به الجود، وبصدر به الطهر، وبصدر لا يحمل الأكماء. والأكماء هي الزبائن أكرمكم الله. وكل واحد منا عنده بيت، كل واحد عنده بيت، وش يسوي بعد العشاء؟
حتى المرأة إذا طلقت طلعوا الزباين، تراها من أمس، صحيح تراها من أمس ما طلعتوها، وتحرك ابنها الصغير والأوسط وتروح للكبير، يا ولد طلعوا الأكماء فإن البيت إذا طولت الزباين فيه أنتن. صدقت. طيب والمساجين من المسلمين في صدرك إذا ما أخرجت الغل عنهم ينتن صدرك ويتلوث حياتك وتتوقف أعمالك ولا ترتفع إلى الله. إذن أنت تحتاج إلى أن تكون كمحمد عليه الصلاة والسلام. وما دراسة الشمائل إلا للاقتفاء والاقتداء. قال وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، يعني كرامته في عشرته. من رآه بديهة أهابه، وفي رواية من رآه من بعيد هابه، فإذا خالطه عرفه وأحبه. بعض الناس عندهم الله يكفي نشر وجه مكفهر ويطرد الناس يظن أنها الرجولة، يقول لا ترخي وجهك فيجرؤ عليك الصغير والكبير. عدم جرأة الناس عليك معناها أن الله ما أعطاك مهابة، أعطاك قلة أخلاق وسوء خلق، أعطاك حدة. والألد الخصم أبغض الناس إلى الله، وأهل النار كل عتل جوار مستكبر مكشر بخيل رافع خشمه. ما رأيكم في الصفات العفنة هذه؟ والله ما اجتمعت على إنسان وأفلح هو ولا أفلح من كان معه. ولذلك قال من خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرج الحديث الترمذي وهو حديث حسن. ما أجمل هذا الوصف، ما أجمل هذا الوصف. ويقول العلماء لن يستفيد من التأسي برسول الله وبشمائله إلا ثلاثة، ومن لم إلا من اجتمعت فيه ثلاث أوصاف. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ ذكرت في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله اللي يرجو الله، يرجو اليوم الآخر، كثير الذكر لله، هذا سيكون من المتأسين برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما اللي إذا قلت له هذا رسول الله قال وش جابنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا بعده الرسول صلى الله عليه وسلم سهيل طويت قمة لا توصل، لكنك مأمور أن تتأسى به، ولن تصل للجنة إلا بحبه، ولن تكون صادقا في حب الله إلا إذا أحببت محمد عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله دليل حبه والوصول إلى حبه، وهو أصل وهو ركن من أركان العبادة، أن تكون متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبابي ما رأيكم؟ هل أنت ترجو الله؟ أنت ترجو اليوم الآخر؟ أنت تكثر الذكر؟ هذه مقومات تجعلك محبا متأسيا. بعضنا يا أحبابي لو خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من قبره لما عرفه، قال هذا من أتباعي، ثوبه غير وجهه غير وعلومه ذا وربا وأغاني ومعاصي وقطيعة وهجر وشتم ولسان بذيء. يا مسلم الله يحسن عزاك في نفسك، وتقول إني أحب رسول الله، فيقول والله إني لا أحبه. ومن أكبر مصائب الأمة، اسمعوها مني أحبابي، من أكبر مصائب الأمة أن بعض الذين يدعون حبه لا يعبرون عن حبه إلا بمعصيته والابتداع في دينه. 12 ربيع الأول بعض الناس يعلن حبه بإحياء المولد. أي مولد؟ المولد مختلف فيه، والصحيح أن ربيع الأول اختلف العلماء هل كان هذا شهر ميلاده صلى الله عليه وسلم. نعم، الاثنين يوم ميلاده، والثاني عشر يوم ميلاده، هل هو في ربيع الأول أم كان في رمضان؟ خلاف. ثم أتأتي بعد هذه الأجيال المتعاقبة والقرون المفضلة ثم تدعي أنك تعرف شيئا أكثر منهم، وأنك تعلن الحب لرسول الله أكثر منهم. أتى رجل إلى أحد الأئمة فقال إني لا أريد أن أحرم من عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا من ذي الحليفة، يعني برجع ريوس حول 15-16 كيلو. فقال له إذن تعذب، إذن تصيبك فتنة. قال فتنة؟ وأي فتنة؟ في خطوات قليلة رجعت أريد أن أحرم من قبره، هو الذي علمنا النسك. قال ألم يقل خذوا عني مناسككم؟ ما كان هذا من مناسكه. ثم إنك إذا فعلت ما تفعل كأنك تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنقص في الدين، أو أنك تعلم شيئا في دين الله ما يعرفه صلى الله عليه وسلم. والله مصيبة. هل نحن شيئا نعرفه أكثر من أبي بكر؟
من عمر، من عثمان، من علي، من معاوية رضي الله عنهم أجمعين. لا والله كلنا نقول أعوذ بالله نعرف شيئا أكثر منهم. والله الحبيب يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ينتهون بعلي رضي الله عنه رضي الله عنه. هل يعني الله يأمرنا أن نقتفي آثارهم وأن نتبع سنتهم ثم لا يعملون عمل، وآتي أنا بعد قرن من الزمان لأحتفل بمولد أو نحوه. إذن لما ترك الحب الحقيقي والتأسي الحقيقي برسول الله عليه الصلاة والسلام خرجت لنا أصوات نشاز تدعي حبه، وحبهم بذلك كذب، بل إن بعض الناس يحبه بمدحه. يجب أن نمدحه عليه الصلاة والسلام وأن نثني عليه، فإن الله أثنى عليه. ورفعنا لك ذكرك، الذي رفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام هو الله، لعمرك أقسم الله بعمره، أثنى عليه الصلاة والسلام، هو الذي أدناه وكان قاب قوسين أو أدنى. لكن يجب أن لا نصل في حبه والثناء عليه بدرجة نخرجه من درجة البشرية. يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. والآن أبدأ وإياكم بعد هذه المقدمة أتحدث وإياكم عن بعض أوصافه. والوصف النبوي أيها الأحباب إما وصف للخلق أو للخلق. ووصف الخلق اهتم به الصحابة رضي الله عنهم، ومن أتى بعدهم اهتموا حتى بحبات العرق التي تخرج من جبينه بأبيه وأمه، فقالوا إنها كأنها اللؤلؤ. سأل أحدهم صحابيا فقال له هل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالسيف؟ أي حدة؟ لا، كالسيف إضاءة أو في الطول. قال لا، بل كان كالقمر. الله، شوف وكان كالشمس، أي كالقمر بهاء وجمالا، وكالشمس إضاءة. ولذلك إذا قلت فلانة شمس تراك ما أنت بتمدح جمالها، تمنح إضاءة وجهها. فإن قلت قمرا فإنك جمعت بين الإضاءة والوضاءة مع الجمال والحسن. هكذا العرب، ولذلك قال كأنما الشمس تجري في مفرقه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكانوا يهتمون بوصفه الخلقي والخلقي، وسنأخذ باختصار نتف ووقفات ولطائف إلى أن ينتهي هذا اللقاء. فأبدأ بوصفه عليه الصلاة والسلام، بوصف خلقه. وما أجمل أن نأخذ هذا الوصف من أحاديث صحاح عمن رآه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين رضي الله عنهم وصحبوه عليه الصلاة والسلام، بل والله إنهم ضمن لكثير منهم الجنة وهم بين يديه. أحبابي، الحبيب يجلس في مجلسه بعد الفجر، أين عمر؟ لبيك يا رسول الله. فيقص قصة العروج أو قصة منامه عندما دخل الجنة فرأى قصرا منيفا كالدر والياقوت يضيء. قال لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش. قال الحبيب فهممت أن أدخله فإذا بجارية تخرج منه، فرأيتها كأنها يعني كأجمل ما ترى، فقلت لمن؟ قالت الملائكة هذا قصر لعمر. وتذكرت غيرتك يا عمر يوم رأيت الجارية، أي حورية، تذكرت غيرتك يا عمر فما دخلت. فدمعت عيونه. أحبابي، لو يبشر واحد منا بولد أو بيت أو شيء كان ذاهلا عنه يمكن دمعت عينه فرح، فكيف تبشر بالجنة ثم بقصر من قصور الجنة أعجب خير البرية عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر وقال أو عليك أغار يا رسول الله. الحديث هنا أقول الصحابة إذن هؤلاء الذين يستحقون أن يصفوه عليه الصلاة والسلام. يقول في الحديث ما يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله عنه إذا وصف فإنه يصف خدمة 10 سنوات من طفولته وهو معه، يعني الوصف الحقيقي الذي وكان العرب يصفون بألفاظ موجزة.